الله معكم اخوتي، سلام ربي يسوع بقلوبكم، مجد الاب والابن والروح القدس، امين. بيحكى انه في شاب رح يتقدم لبنت، بس فات لعندهم على البيت، بيطلع هيك عم بيتعرف عليهم لاول مره، بيتفاجئ هيك بيتضايق، بيقول له البي حسك متضايق، شو في؟ قال له بصراحه اول ما دقيت لعندكم على البيت شفت صورة مريم العذراء، فت لعندكم على الصالون في صورة مريم العذراء، بالكوريدور عندكم في صورة مريم العذراء، ما بعرف إذا بالأوض حاطين. أنا صراحة بقول إنه ربنا يسوع المسيح هو عامل كل شيء، العذراء شو إلها علاقة؟ ليش لحتى نحط صورها؟ أنا ما بحب، وإذا صار في نصيب ببيتي ما رح يكون في أبدا صورة لمريم العذراء، لأنه ما بتعني لي شيء، وما تتضايقوا مني، حتى لما أجي لعندكم بنصحكم إنه تشيلوها، يعني لأنه ما لها أي معنى تحطوا صورة مريم العذراء، بكفي يسوع. زعلتوا؟ بيقولوا البي لا ما زعلنا، هيدا حقك انت بالتعبير وشكرا اللي قلت لنا. بعد اسبوعين بيجيب امه وبيجي لعندهم على البيت، بدق على الباب، بيفتحوا له، بيتاهلوا فيه لإله، ما بيتاهلوا ابدا بامه، ما بيعطوها اي اعتبار، حتى بيعملوا كوبايه عصير وحده ويضيفوا اياها لإله. اعتبر هو انه هون رافضينه، انه عم بيحقروه، بيقوم بيوقف بيقول لهم معلش يا جماعه، اذا بدكم ترفضوني قولوا لي ما بدنا، بس مش تحقروا امي، لانه اللي ما بيحترم امي يعني ما بيحترمني لإلي، اللي بحقر امي يعني عم بحقرني. كيف عم بتحقروا امي؟ شو ليش ما بدكم ايانا اقوله؟ بيوقف البي بيقول له لا مش ما بدنا اياك، بس شفت انت لما نحن ما عبرنا وما اعطينا اهميه لامك قديش انت زعلت؟ كيف ربنا يسوع المسيح لما ما نعبر وما نعطي اهميه لامه مش رح يزعل؟ اذا انت زعلت بهالدقيقه اللي نحن ما ضيفنا فيها امك، او ما حكينا معه وما اخذنا وحكينا معه وتجاهلناها، ربنا يسوع المسيح اكيد رح يكون زعلان لما ما نعبر امه، ولما ما نحكيها، ولما ما نصلي لها، ولما ما نعطيها حقها باللي هي بتستاهله. هي ام يسوع المسيح، ام الرب، هيك بدك ايانا نحطها على جنب؟ انت امك 5 دقائق ما قبلت انه نهينا واعتبرتها اهانه لإلك. يعني لما نتجاهل امنا مريم العذراء يعني عم نهين يسوع المسيح، لما نهين مريم العذراء يعني عم نهين الرب يسوع. هيك لازم نعرف، وهيدي هي الحقيقة، وكل واحد ياخدها على حاله. انت بتقبل يلي عم تحكي عليها وعم تقول عليها اشياء ما منيحة انه ينقال على امك هيك؟ يعني الرب يسوع رح يزعل. خلينا اخوتي اليوم كلياتنا نعرف كتير منيح شو اهمية امنا مريم العذراء وشو دور امنا مريم العذراء. الرب معكم يبارككم بشفاعة امنا مريم العذراء، امين.